صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفونا منه في معلومه على الماشي من مشاتل الحياه. جالي سؤال على الفيديو اللي انا كنت عامله بتاع ان البنتجوره بتتزرع في اي وقت في السنه، بيقول لي يا هندسه ازاي البنتجوره بتتزرع في اي وقت في السنه، وانا كنت شاري من مكان معين والمكان ده قال لي لازم البنتجوره دي تتزرع لا اما في الربيع لا اما في الخريف. انا جاي النهارده اعرفكم ايه الفرق ما بين البنتجوره اللي عندنا والبنتجوره اللي في بعض المشاتل بتتعامل معاها وبتبيعها. اول حاجه في نوعين اتنين من البنتجوره، ايه هما؟ اول حاجه بنتجوره ارضي وبنتجوره في اثاري. البنتجوره الارضي هي البنتجوره اللي معمول لها عمليه تحضيم في قلب الارض، يعني فسيله اتاخدت من جنب الام، بدل ما تتعمل لها عمليه تحضيم في قلب الاثاري لا اتاخدت اتعمل لها عمليه تحضيم في قلب الارض. فكده البنتجوره دي بتعامل نفس معامله الفسيله. يعني ايه؟ يعني لازم تزرع في الشهور اللي هي 3 و4 و9 و10. ليه؟ عشان برضك انت وانت بتخلعها من قلب الارض تاني عشان تزرعها بيبقى حصل فقد في قلب الجذور كبير جدا زيها زي الفسيله بالظبط، فانت مش هتخاطر وتزرعها في وقت زي دلوقتي في الشتاء والجذور لسه ما تكونتش ومجموع خضري طبعا هيتاثر بالجذور اللي انقطعت، فكده انت بتموتها. طيب النوع الثاني اللي هو البنتجوره اللي معمول لها عمليه تحضيم في قلب اثاري واللي احنا شغالين منها واللي هي عندنا هنا في المشتل. البنتجوره ديت بتبقى فسيله زي ما احنا عارفين اتحطت في قلب صوبه في قلب القصريه، اتعمل لها عمليه تحضير يعني في قلب اثاري لحد ما كونت مجموع جذر وخضر. يعني مش هيحصل فقد في قلب الجذور تاني، مش هروح اشيلها من قلب الارض وازرعها تاني، لا انت هتشيلها من قلب الصلايه، الجذر بتاعها بيبقى مليف وبيتزرع في قلب الارض. عشان كده بنقول ان البنتجوره اللي معمول لها عمليه تحطيم في اثاري بس هي اللي بتزرع في اي وقت في السنه، وهي دي البنتجوره اللي عندنا في قلب المشتل. ودي كانت معلومه ويا ريت اكون قدرت افيده، وان شاء الله ما تنسوش تسالوا عن عروض مشاتل الحياه. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.